احنا جيش موضوعنا ده بسيط، لا دار نقلب الكباش ولا دار نقلب برهان ولا دار نأيد زول ولا دار نأيد زول. يا اخي اسمع، شايف الدعامه البر في القياده ديل برا ديل؟ شايفهم كباشي كده عين بالكاميرا بتاعتك، شايف الناس ديل برا اهي كتلوا الليل. احنا ما عندنا تاني مشكله، ده موضوعنا حسي. الموضوع بتاع الدعامه ما بيتحل بتفاوض ولا حكومه انتقاليه ولا بيتحل ده كله ما حيحلوا. حلوا المشكله بتاعت الدعم السريع جذريا، لانه انت حسي حتقول لي انا داير اعمل حكومه انتقاليه والدعم السريع. نعم، والدعم السريع هتعمل لي شنو؟ لا، ما احنا هنعمل حكومه انتقاليه وهنجيب ناس قحط وبتاع وهنقعد كلنا في تفاوض، والدعم السريع هتعمل له شنو؟ دايرين ندمجوا، ما تقول لي دايرين ندمجوا، الاليه اللي هتدمج بيها الدعم السريع شنو؟ ما تبقى من الدعم السريع هندخله في القوات المسلحه، ده كلام انشاء. انا داير رياضيات وداير ورق وايفيدنس واثباتات. هتقنعهم كيف يخشوا في الدعم في الجيش؟ هتعمل لهم شنو؟ كده وريني الورقه حقتك شنو؟ احنا قررنا انه ندمج. انا ما داير اسمع كلام زي ده. انا الكلام ده انت قلت لي 4 سنين، قالوا لي خالد سيليك 4 سنين، قالوا لي حمدوك 4 سنين، ونتيجته حسي كانت في النهايه انه اصطدم مع المواطن ما اصطدم مع القوات المسلحه. نقطه عربي انتهى. انا الحاجه دي ما داير تتكرر واكون حمار داير لي سرج لو صدقتكم تاني. البرهان ما تغرر باسمي. التفويض اللي انا مديك له انك تخضع على الدعم السريع والتمرد، ده التفويض اللي احنا طلعنا له في الشارع. نفوض القوات المسلحه بانهاء التمرد ودحرد العدوان الخارجي. ده التفويض. ما فوضتك تمشي تقعد في جده، ولا فوضتك تقعد مع الملك سلمان، ولا بعرفك ولا بعرف الكلام اللي حتعمله هناك. واحد يقول لك انت متناقض، كنت جبالك بتقول له ده ما سيكون في ما كان وسيكون. هو مشي جده؟ لا. قاعد مع سلمان؟ لا. قلت له لما تمشي جده اعمل عمرتك وباب شريف يا سعادتك واركب الطياره الخاصه وتعال راجع. ما شويه سفنجات للاخوان، بشاكيرك، ما عارف سباحك، بخورك، دنيتك، بتاع بلحك، عجوتك، لقيتك، مويتك، زمزمك، بتاع شنو. عرفت كيف؟ اركب الطياره تعال راجع. ده ما سيكون. ما تقعد مع زول تتكلم باسمي، انا ما فوضتك. ينتهي تفويضنا للقوات المسلحة بانتهاء التمرد في السودان. نقطة عربي انتهى. تعال نعيد. ينتهي تفويضنا للقوات المسلحة بانتهاء الحدث شنو؟ التمرد. انا ما قلت لك احكم البلد دي، ولا قلت لك سوي، ولا قلت لك غرر باسمي. انا اديتك التفويض ده سعادتك تحكم وتمشي امورك. انت دار تتوسع وتتشسع ودار تتشتح في المجالس وتتشرشح كما قال حميدتي. تمام. دار تعمل لي حكومه انتقاليه بالاحزاب المعارضه للاطاري، عشان ديلك يمشوا برا يعملوا لي حكومه موازيه، ونقعد احنا في السفارات، ونقعد من لقاءات مع التلفزيون، ومجموعات تعمل ندوات في مدني، والمضاده تعمل ندوات في. وتيرك طلع الليله قال القضاء على الحرب اللعينه. نعم، قال يا اخي يجب ايقاف الحرب اللعينه. تيرك الله يحفظنا ويحفظك. اسمع يا زول، اسمع العربي ده. تيرك انت طلعت قلت عندك 65,000 مقاتل. الكلام ده من اول اسبوعين في المعركه، حسي لك 3 شهور ونص او 4 شهور. ما وديتنا لا مقاتل ولا ربع مقاتل ولا شفناك في معسكر. الحرب دي ما وصلتك بورسودان عشان تقضي عليها. انت متضرر بشنو حسي؟ السياده اللي قاعدين فيها قالوا الحرب دي تستمر لحد ما الدعامه ينتهوا. عارف ليه ينتهوا؟ عشان ما يجوك في بورسودان. احنا مثبتين له الليل بارواحنا وبنسانا وباعراضنا، مثبتين له الليل بالقوات الخاصه، بالمدرعات، بالمهندسين، بالمظلات، بالهيئه العمليات، بالاستنفار، عشان ما يجوك بورسودان. تطلع انت ترد علينا احنا، تقول لنا بقواتك وصغرك القبلي ومقاتلينك، تقول لنا يا اخي يجب ايقاف الحرب اللعينه. ما حتجيف الحرب اللعينه، ما حتجيف، لانها هي ثقب اسود بتبلع وماشيه زي الانصرافي. ثقب اسود تجيني ما بترجع. كلامنا للبرهان، تفويضنا لك يا برهان، ما قلنا لك على شكل حكومه، ما عندنا اشكاليه. قلنا لك غير الحكومه اللي انت عينتها. قبل كده عملت الحاجه دي واحنا شفناها. اذا كان عندك اي تفويض قانوني تغيل به 6 من اعضاء مجلس السياده المدنيين، وتخلي الحركات المسلحه تمكنهم من القياده العامه والقوات المسلحه، وتمكنهم بقواتهم جوا الخرطوم، وفي المقابل تزح المدنيين اللي عينتهم انت وزحيتهم انت، وغالبك تشيل الهادي ادريس المتمرد عليك، وغالبك تشيل الطاهر حجر المتمرد عليك. احنا يا برهان بنقول لك زح الوزراء الصعاليق اللي ما نافعين ديل، جيب وزراء ثانيين. ده صلاحيه بمساحه
حكومه تخدمك، وسهلنا لك الموضوع. وصلنا معاك مرحله قلنا لك اعلن حاله طوارئ وعين حكام وولاء عساكر، تعليمات، ما دارين اي مدنيين في النص. الكلام ده احنا قصرنا معاك. لكن تيجي تقول لي لا نسمع اراء لا لا، ما في اراء مختلفه، بل بس يا زول اللي عنده راي غير البلده يا اخواننا يطلع لنا الشارع يقولوا. لما تقولوا لنا في برا، يقولوا لنا في مصر، يقولوا لنا في اديس، يقولوا لنا في جده. اللي عنده حاجه غير البلد اللي يركب تاتشر ويجينا في الشارع ده الحاجه اللي احنا بنعرفها. قواتنا المسلحه دي اتضحت وهي هيكلت نفسها، والناس قدمت ارواحها ودماء وبيوتها واعراضها وبرهان. دي نهايتها حاجه واحده، التاخير اللي بتعمل فيه ده احنا ده المضايقنا. فاهمين انه الجيش بيعد في نفسه. يا برهان انا اسالك سؤال بسيط. سلاح المهندسين، ما قولك في سلاح المهندسين؟ يا برهان ناس المهندسين ديل الليله تعرضوا انه يطلعوا من بيوتهم، بيتضربوا بصواريخ في البيوت. وقع صاروخ مضروب من برا من درمان جاي من جهه الكلاكله. الاسلحه النوعيه اللي عند الدعم السريع دي ده ما دوشكات ولا دانات، لا. الصاروخ وقع دمر 3 بيوت في ضربه واحده. ده ما حاجه هينه يا برهان. قدروا يتحصلوا على السلاح ده كيف؟ الدعامه ديل الليله كانوا بيدونوا في سلاح المهندسين. ده اليوم الرابع، في اليوم بتقع فوق ال 80 دانه مدفع 130، والعساكر جوا ما طلعوا ولا في تمشيط ولا في حاجه. الليله بس خفت لانه ناس سلاح المدرعات عملوا تمشيط، وصلوا لحد كبر الدباسين، لقوا المدافع دي هناك صدفه بتتدوم من كبر الدباسين لحد سلاح المهندسين قطعه البحر من درمان بهناك. الحاجه دي رياضيات عسكريه ما بتقدر تفهمها. ما فاهم ليه يكونوا قاعدين جوا، ليه انتظروا غدرهم جوا يا برهان؟ الجيش ما يطلع يا اخي؟ ما عندكم سلاح؟ ما خوضوا جوله مع الدعامه دي يا سعادتك يا برهان. انا جيت اتكلمت مع القوات المسلحه، يا اخواننا الدعامه عارضين اسلحه، تعالوا نشتريها، حقتهم ذاتها نبلهم بها، حقتهم ذاتها اعملوا كمين. والله العظيم جد ب 100,000 دولار ب 200,000 دولار. ديل هم قاعدين في الحته الفلانيه. الدعامه احس يا برهان في بحري وضعهم زفت. انا ما اقدر اتكلم عسكريا، لكن وضعهم زفت. الليله اللي قاعدين في ام درمان لو طلعوا اولاد ام درمان بس بينتهوا منهم، ابشرك اقسم بالله العظيم يا برهان. لو طلعوا اولاد ام درمان بس اقسم بالله العظيم انتهوا من الدعم السريع اللي قاعد في ام درمان. في حاجه انا ما قادر افهمها، ما عارف لماذا لا تقول للناس ليتس جو كما قالت المراه ديك، ليتس جو، امشوا. اعلامنا ضعيف يا برهان احنا في العمليه اللي اتنفذت في السوق بتاع دقل وفي الكلاكله، الناس بيقول لك يا اخي ده المدنيين، ده اعلام القحاته والمنظمات. امشي المستشفى التركي جايبين منظمات اجنبيه شغاله علاج في المستشفى التركي بتعالج الدعامه ومصابين الدعامه والمواطنين قدام الناس علني. السوق بتاع دقل اللي ضرب طيران مسيرات ده كل اللي قاعدين في السوق كانوا دعامه، كل اللي ماتوا دعامه. طلعوا القحات صوروا ناس لابسين هدوم، قال لك ده المدنيين. مدنيين بيبيعوا في كلاشات، مدنيين بيبيعوا في ثلاجات بتاعت ناس مسروقه، مدنيين لابسين طبنجات وحجبات. ما عارفوا انت ده الدعامه؟ ده الاعلام يا سعادتك. انا مؤمن تماما انه القوات المسلحه قادره تحسم المعركه دي في 6 ساعات ما بالزياده. الجيش اللي انا بشوفه في ام درمان، والجيش اللي انا بشوفه في حطاب، والجيش اللي انا بشوفه في جنوب الخرطوم، اقسم بالله العظيم احسم المعركه دي في 6 ساعات. مو 6 ساعات ما يطلع ولا دعامي ولا متعاون واحد حي بقدر الموجود ده. حاجات يا برهان توتر. اللي بيحصل في سلاح المهندسين الليله لو ما وقف التدوين ده يا برهان بالصدفه سايل ناس المدرعات وصلوا كبر الدباسين ولقوا المدافع اللي بتدون 130 دي مدفع 130. الليله المدرعات المهندسين كان سقطت. فحسي انا بقول من حسي بكلمك يا برهان، بكلمكم يا قوات مسلحه، بكلمكم يا اهل ام درمان، بكلمكم يا مستنفرين. المهندسين ما تسقط، في استهداف ليها. العساكر قاعدين جوا ما كما كنت، ما في تسليح، ما بيخلونا يطلعوا برا، ما بيخلونا يعملوا تمشيط. بتطلع القوات الخاصه في 12,000 عسكري قاعد جوا اليوم كله يدونوا فيهم بالدانات، داير يقتلون جوا عشان بكره يعملوا هجوم بري بيلقوا المهندسين سقطت والبيوت اللي حولها كلها فضت يا برهان. كنا احنا المواطنين مؤمنين لك الاسلحه بتاعتك دي، لكن الناس ما قدرت تصمد مع التدوين ده. يا اخي اقفل الشارع بتاع بارا، ما قدرت اقفله. اعمل بولحة عسكريين، ما قدرت اعمل.
فك اللجام يا برهان، ما قدرت تفكه. ودي مدرعات من الذخيره للمدرعات ذاتها. شوف السيد اللواء ايوب داير شنو عملوا له. المستنفرين في الحتات اللي احنا نظفناها والجيش نظفها جيبون عشان يخففوا لك الضغط على القوات المسلحه. مستنفرين خشوا يا برهان. طبعا انا زول المستنفرين دي جماعتي يعني. داير كشوفات بديك، داير عدد بديك، نوع تسليح بديك، بل اسم بديك. انا ما فاكر لك. بطمن الشعب السوداني انه انا قبل ما اصل مرحله اتفق واخر خيار لي يكون هو التفاوض، احنا عندنا مراحل لازم ننتهي منها. عندنا كمستنفر عندنا 200,000 لحد ما اخر واحد من ال 200,000 يموت، بعدين نجي نشوف ناوي نقعد للتفاوض ولا لا. عندي 17 حامية عسكرية، كل حامية عسكرية فيها ما لا يقل عن كتيبة دبابات. كتيبة دبابات غير المدافع والأسلحة بعيدة المدى. بعد ذاك شوف التاتشرات، بعد ذاك شوف القبائل اللي بتدعم الحاميات دي، بعد ذاك شوف العساكر العديل، بعد ذاك شوف هيئة العمليات اللي رجعت في كل ولاية، والشرطة وجهاز الأمن والقوى العسكرية العاملة كلها. آخر واحد فينا ينتهي، بعدين نجي نشوف موضوع التفاوض. تمام؟ احنا يا برهان ما حنقعد للتفاوض لحد آخر عسكري سوداني يموت. آخر عسكري يفضل بعد ذاك ما عسكري، وزول ما بيقدر يشيل سلاح حتى نمشي لموضوع التفاوض. لكن صعبنا عليك الموضوع. لو حضرت المدرعات كان في تاتشر او بوكسي مربوط فيه جرد. الجرد ده عرضوا عليه الانتماء للقوات المسلحه وانتمى، كان ده عامي وكادوك، وبقى هسه جياش وقاعد هنا في المدرعات. الجرد ده ذاته لحد ما يموت حتى بعدين نحن نجي نقعد لموضوع التفاوض. عندي كل المساحات من القوه دي، والاهم منها يا برهان انا ما بدافع عن السودان ولا بتصدى للدعم السريع لانه انا عندي القوه، انا عندي السبب الدافع. ده مجرم يا برهان، اغتصب وقتل، وربنا سبحانه وتعالى قال لنا في الزول ده حرابه، قال لنا قصاص، قالوا لنا انه ده احنا ما نهادنه ولا نوديه يا برهان، ولا نأمن على أعراضنا وبيوتنا. هو ده رجل الأمن كيف بتاع الدعم السريع اللي بيقتحم ويغتصب، أنت دار تجيبوا لنا تاني كيف؟ تحت أي مسمى يا برهان. هم ديل هاينين، موضوع منتهي الدعامة، لازم يموتوا. إحنا حتى الموالين ليهم اللي بيتكلموا باسمهم تاني ما دايرين نشوف وشنا يا برهان. ما في تاني قحاتي حيدكوا رأيه في السودان دي بالعربي الواضح، ولازم تجيبوا لنا من برا. وحس إحنا ما عندنا غير إنك تجيب الناس ديل من برا، حرك خارجيتك يا زول. شفت اخر جرد ما عسكري، شفت الجرد اللي قبضوه في المدرعات ده بعد ما اعلن ولايته للقوات المسلحه واخذ الرتبه، اخذ النقيب بتاعت سفيان ذاته، اخذ نقيب سفيان ذاته، جرد نقيب سفيان المتمرد على قوات الدعم السريع والكواديك. وحنديه البوكس ده بيسواق، البوكس ده حنديه له بيسواق ويسكن فيه بيت حميدتي ده. بعدين ده لما يموت نجي نشوف موضوع التفاوض. لما نصل مرحله التفاوض اسمع العربي ده. التفاوض يا برهان ما انت الزول اللي بتغرره، نقطة عربي انتهى، سحبنا منك التفويض ده. ما انت الزول اللي حتيجي تقول لنا والله يا اخواننا قررنا انه احنا نقعد، انت قررت المؤسسة العسكرية تستولي على السلطة، قررت تمضي الوثيقة الدستورية، قررت شراكة الاحزاب، قررت شراكة الدعم السريع. لكن ده اسد انا اقعد بتذلنا، انت شايف لنا مصلحتنا انه احنا نقعد مع المجرم. دي ما شوفت مصلحة ولا شوفت قائد ولا شوفت راجل ولا شوفت عسكري. الحاجة دي شيلها من راسك. فالموضوع التفاوض ده يا اخوي راجع لنا احنا ديل، احنا اللي نقرر فيه. برهان المسألة دي سحبت منك صلاحية تقرير تفويض او ما تفويض، دي حاجة في يد الشعب السوداني. تسأل اي زول رايه، اي ضحية، اي مواطن في الخارج والداخل دايرين تعملوا شنو؟ ما بتقررها انت، ودي ما حتحصل الا اخر زول لابس كاكي في السودان ده يموت، حتى بعدين نجي نشوف الموضوع ده. بس احنا ما عندنا اي سبب يقعدنا ولا خلينا نجيب الخونه ديل ولا يذلنا اكثر من كده. احنا مذلولين يا برهان. الموضوع ده ما حيتعالج الا بالقضاء على الدعم السريع. الرعب اتدخل في الشعب السوداني، في اطفالنا، في نسائنا. الموضوع ده ما حيطلع الا ننتهي من المجرمين ديل يا برهان. اي حاجه في النص ما بتنفع. عندك رخي يا زول قوم اتخارج. الموضوع ده ما بيتحمل يا زول. الموضوع ده علاجه حاجه واحده، عشان نعالج المصابين والضحايا والمغتصبات ونجيب لهم حقهم ننتصر بس يا جيش. ما عندنا حاجه.